لم ينجح أن يصل خلية، لكن بعد مرور نص ساعة الأولى تتغير الصورة. عبد الله تراوري بيغير الصورة، بيغير الصورة، الإيفواري يغير الصورة. الشحانية يريد أن يبقى، يريد أن يستمر، يريد أن يواصل، ويريد أن يؤكد بأنه لا حق الله يا عبد الله تراوري. استلام في ذلك المكان، والنهاية كيفما يجب أن تكون. عبد الله تراوري يسجل هدف المباراة الأول للشحانية. الهدف الأول يأتي عن طريق هذا الإنفار الخطير. شوف النقلة في ظهر الدفاع، شوف التحرك والكنترول، والنهاية من عبد الله تراوري الذي يسجل هدف المباراة الأول للشحانية. كان لابد لهذه اللحظة أن تأتي، لأن كل الدقائق الماضية سيطر فيها، وصل فيها في كثير من المرات. وكرة كهذه إميرسفورت أمام المرمى، إميرسفورت والتسديدة، لكن حارس المرمى ينجح في إبعادها. عادت لعبد الله تراوري. الشحانية يعود مرة أخرى ليضغط لطفي في الجهة اليمين، تعود من جديد مرة أخرى، نقلة طويلة، الكرة بالراس، معاذ الله من أجل التأكيد للمرة الثانية، هذه المرة عن طريق معاذ. أكون أو لا أكون، هي المباراة الأهم في الموسم ككل. المطانيخ في يومهم، في الوضع الطبيعي، في الفورمة بكامل الجاهزية. بليفان لمعاذ، ومعاذ بعد ذلك يضع الكرة في المرمى، معلنا عن ثاني أهداف هذه المباراة. الكنترول ولا أجمل، والنهاية ولا أجمل. معاذ توحيد كان يدرك جيدا بأنها فرصة من أجل تأمين التقدم. لا يمكن الشحانية الخطأ، ينفذ كرة ترسل. الله، المدافع يتحول إلى مهاجم في لحظة. إنه أندرياس فان بيك الهولندي من قلب الدفاع إلى قلب الهجوم، يضيف الهدف الثالث. خلصها الشحانية، خلصها الشحانية، خلصها في هذا التوقيت عند الدقيقة 62. كان وحيدا هذا التقدم وهذا التحرك. هل كان في موقف سليم أم أنه لم يكن كذلك؟ راح نتأكد، راح نشوف. أندرياس فان بيك يسجل نعم من الدفاع.